مساء الفل. 5 شخصيات من البشر ما تخليهمش في حياتك لحظتين، وجودهم خطر عليك شويتين. أول شخصية اللي ما بيتقيش الله، اللي ما بيخافش الله، عمره ما هيخاف أي حد من خلق الله، لأن بالطبيعي استغفر الله العظيم اللي ما رفعش مقام الله قدامه على طول وبقى يشوفه في خلق الله وفي تعاملاته مع خلق الله، عمره ما يعمل لك حساب. إذا ما كانش خاف على زعل الله هيخاف على زعلك أنت. نمرة 2، الشخص المشوهاتي للنفسية اللي على طول قاعد بينتقدك في الرايحة وفي الجاية، وزي ما بقولك على طول مش مرة ولا 2، مش بينتقدك عشان يصلح من سلوكياتك، لا دي بقت عنده غية. اللي بتلاقيه على طول ما بيشوفلكش حاجة حلوة، وعلى طول يقعد يقولك ايه الغلطات دي، دايما بيشككك في نفسك. في النهاية بيخليك تقعد تراجع نفسك في كل فعل مرة و2. وجوده معاك غلط لأنه هيشوه لك ثقتك بنفسك والثبات الانفعالي. نمرة 3، اللي عنده غية قلب الترابيزة، ده بيبقى محترف وذكي شويتين، دايما يرمي لك بعض الكلمات في وسط الديالوج تخليك تقع في غلطة ولا غلطتين، يمسكهم ويحور الموضوع تجاهك ويطلعك انت اللي غلطان. اللي زي ده هيفضل طول عمره بيكسر في مجاديفك، وعلى طول كل ما تيجي تعاتبه يروح قالب الترابيزة شويتين. نمرة 4، اللي غاوي ان هو ينتقدك قدام الناس. الراجل اللي زي ده او الشخصية اللي بتبقى معاكي في الحياة بالمنظر ده، هو كل غيته انه يرفع من شأنه قدام الناس على قفاك انت، يقعد يطلع فيك اخطاء علشان الناس بيبقى عندهم اعتقاد بدل هو بينتقدك في شيء اكيد هو عنده عكس هذا الشيء. يعني لو قال عليك انك انت شخصيتك ضعيفة يبقى هو شخصيته قوية، لو قال انك انت نكدي وما بلكش في الهزار يبقى هو ابو الخفة كلها ودمه خفيف. احذروا من اللي زي دول، في الاول في الاخر هو بيطلع على الكتاف، بيبني شخصيته على هدم كل الشخصيات اللي حواليه. نمرة 5، الكئيب الشكاي البكاي، اللي على طول شايف نفسه مقهور والدنيا كلها متآمرة عليه. اللي زي دوا هيفضل دايما حاسس انه هو الوحيد اللي مقهور، عمره ما يحس بأي ظلم وقع عليه ولا أي شكوى تقول له عليها هيبتدي يحس بيها، لأنه دايما شايف إن هو الوحيد اللي يستحق إن الناس تعطف عليه وتتعامل معاه من منطلق إن يا عيني مغلوب على أمره. اللي زي ده مشكلته مشكلة، لأنه هيشدك معاه في اتجاهات سلبية، عمرك ما تقدر ترفع من روحه المعنوية، بالعكس هيأثر دايما عليك ويكئبك جنبه دايما. فاللي زي ده إنك تخلع منه أحسن. وخلي بالكم هذه 5 شخصيات مع الأسف ده بيبقى سلوك وطبع فيهم، مهما حاولت مش هيتغيروا، ما بيصلحش حالهم وما بيصلحوش مع مر السنين. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس الذكية اللي عارفين يرفعوا من روحهم المعنوية ويزكوا أنفسهم من أخطاء اللي فيها، وينقوا مين يعيش حواليها يكون نافع ليها، مش نشوف ناس تحبطنا وتشدنا لتحت شويتين. السلام عليكم، تتمسوا العافية.